أصعب حاجة ممكن تقابل إنسان إن يحس إن صوته مش مسموع، وإن هو بيصرخ من الوجع ومفيش حد سمعه. النهاردة هنتكلم عن اسم الله السميع. الاسم ده مش معناه إن ربنا بيسمع فقط، حاشا لله، بل معناه إنه سبحانه وتعالى يحيط بكل الأصوات في نفس اللحظة، سامع لغات البشر كلها، وسامع تسبيح المخلوقات حتى الحوت في البحر. والأهم من ده كله، سمعك وسامع قلبك وسامع نفسك اللي طالع بوجع، وسمعك من الداخل حتى انت من غير ما تتكلم. فتعالوا نعيش في رحاب اسم الله السميع، وما تسيبش المحطة وتمشي. السميع في اللغة هو المدرك لكل الأصوات، وربنا سميع لكل حاجة. وفيه نوعين من السمع. أول نوع وهو سمع إدراك، أن الله عز وجل مدرك كل حاجة، المؤمن والكافر، الخير والشر وكل هذا، سمع إدراك. تاني نوع وهو سمع إجابة، أن الله عز وجل يستجيب لك. مش احنا في الصلاة بنقول سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب الله لمن حمده. اسم الله السميع بيطمنك انك مش محتاج ميكروفون عشان توصل صوتك، ولا محتاج واسطة علشان حد يسمع، عشان الله عز وجل يسمعك. انت محتاج قلب سليم فقط، او محتاج قلب تدعي بيه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت فما سمعت صوتها، وأنزل الله: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالله عز وجل يسمع صوتك، مش محتاج ميكروفون، مش محتاج واسطة، مش محتاج أي حاجة. أنت فقط ادعو الله عز وجل وهتلاقي سميع سمعك. تمام؟ عارف يعني إيه سميع؟ يعني أنت لما تتظلم وتقول يا رب، عارف السميع عارف إن أنت بريء وهينصرك وهيستجيب لك. أن الله عز وجل يستجيب للمظلوم عن الظالم. تمام؟ يعني إيه؟ دعوة المظلوم مجابة إن شاء الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وانت لما تبقى ماشي في وسط زحمة وتسبح في سرك، السميع سمع هذه التسبيحة وسجلها عنده سبحانه وتعالى، ويجزيك عنها كل خير. تمام؟ اسم الله السميع ده رعب للظالم، وطمأنينة وطمأنة للمظلوم. لما تعرف ان الله عز وجل سميع، هتفكر 1000 مرة قبل ما تقول كلمة تطلع منك، هتفكر 1000 مرة قبل ما تغتاب حد، قبل ما تأتي بنميمة، قبل ما تشكك في عرض حد، قبل ما تشتم حد، قبل ما تقول كلمة ظلم، قبل ما تقول زور، قبل ما تفكر انك تظلم حد، هتفتكر ان الله عز وجل سميع. فيأتي في ذهنك أن الله عز وجل يسمعك. فهنا لا تقول ما قد فكرت فيه، وإن شاء الله تكون هذه الكلمات وهذا الاسم معلم معاك في حياتك دايما. تمام؟ علشان نعيش باسم الله السميع في حاجات عاوزين نعملها، زي انك تكون مستمع جيد. انت تكون مستمع جيد. ساعات تلاقي حد مظلوم او حد مثلا راكبه هم زي ما بنقول، او تحس ان هو مغموم كده. هو مش محتاج حد يديله استشارة، مش محتاج مثلا معونة من حد، هو محتاج حد يقعد معاه، مش عشان يتكلموا مع بعض، هو محتاج حد يسمعه فقط. فانت لما تقعد وتكون مستمع جيد ليه وتخفف عنه، فانت هنا ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر صفاته على عباده. فانت هنا حاولت انك تكون ايه، تاخذ من هذه الصفه، فالله عز وجل يجزيك عنها كل خير. تاني حاجة انك تطهر لسانك. لما نعرف ان الله عز وجل سميع، يبقى عيب مننا وحرام علينا ان احنا نخليه يسمع حاجة سبحانه وتعالى، او نجعله يسمع مننا شيء قبيح، نميمة، غيبة، مظلمة لحد، مثلا قول زور او هكذا. فنطهر ألسنتنا من الكذب ومن الخيانة. تمام؟ وتالت حاجة ان احنا ندعوه ونرجوه ونناجيه سبحانه وتعالى. لما نعرف ان الله عز وجل سميع، يبقى هنعرف ان لما نقول يا رب دي كتبت، والله عز وجل يستجيب لها لانه هو السميع سبحانه وتعالى. تمام؟ وواجبنا النهارده في رحله معرفه بالله هي المناجاه السريه. اقعد مع نفسك النهارده حسب ما وقتك يسمح، كده اهو، اقعد كده اهو. تعمل ايه؟ تناجي الله عز وجل بقلبك، او بصوت خفيف، او تسيب قلبك اللي يتكلم، وتيقن ويكون منك ان الله عز وجل سميع ويسمعك في هذه اللحظات وسيستجيب لك ان شاء الله. تمام؟ وبكده وصلت لنهايه المحطه بتاعتنا النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، وتقول لنا رايك في التعليقات، وانك تنشر فيديو في كل حته وتشاركه مع كل اصحابك.
وقد أزفت رمضان على الرحيل، فيا رب تقبل منا يا رب ما فعلناه. ويا رب لو انت بتسمعني بعد رمضان، يعني الله عز وجل يتقبل منا ما قد فعلناه في رمضان، وصوما مقبولا افطارا شان يا صديقي. ويا رب يا رب يا رب اجعلنا من عتقاك من النار من المقبولين في هذه الليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.